السلام عليكم، مرحبا بكم شينوكا. كنتمنى كلكم بخير وعلى خير. عواشركم مباركه بالصحه والسلامه وطول العمر. كنعتذر على صوتي. الوصفه اليوم هي هاد لي بغيوش اللي كيجيو رائعين. نتوما كتشوفوا الشكل ديالهم، كيجيو قطنيين بزاف. تقدروا تزينوا بهم الطاوله ديال العيد ان شاء الله، تفطروا بهم صباح العيد. كيجيو غزالين بمقادير بسيطه ودغيا دغيا كيوجدوا الصراحه. المهم ما نطولش عليكم وندوزو للمقادير. عندي هنايا الحليب، جوج ديال الكيسان ديال الحليب اللي هما 300 ملي. حليب يكون دافي. بالنسبه للسكر 4 معالق كبار حتى ل5 اذا كنتو كتبغيو الحلاوه. هنا واحد ربيع معلقه ديال الملحه خماره من فئه 8 غرام. هنا الزبده عندي واحد المعلقه كبيره بومبي عامره، تكون هكذا بوماد بحال راه المطبخ باش تعرك دغيا مع العجينه. معلقه عامره مزيان ديال الخميره الفوريه اولا خميره الخبز اللي هي 10 غرام. ونصف كاس ديال زيت المائده. هنا ما بانتش واحد البيضه ها هي، وحبه ديال البيض، و600 غرام دقيق ابيض الخاص بالحلويات. يعني مكونات موجوده ان شاء الله في كل بيت، دغيا دغيا توجدوهم. هنا غناخد حليب دافي. مديروش بحالي انا غندير الحليب كامل، ديرو غير شويه هكا ديال الحليب دافي بركه. نديرو فيه داك الخميره الفوريه والسكر، غير واحد شويه، غير نص ديال هاد الكميه، غير باش تفاعل داك الخميره. مديروش بحالي تكملوش الحليب والسكر كامل، غير شويه من داك الحليب مع الخميره الفوريه مع شي معلقه من داك الكميه ديال السكر باش تفاعل لنا الخميره وصافي. دابا تبارك الله راه الحال سخن، دغيا دغيا كتفاعل. انا هنا درت العجانه، طبعا تقدروا تعجنوها بيديكم. درت فيها داك الحليب والخميره والسكر اللي تفاعلوا. دابا غنكمل باقي المكونات. والزبده هي اللي ما كتكونش دابا الزبده حتى الاخر، عاد كتعرك مع العجينه. الخميره خويتها مع الدقيق. دابا نجيب غير شي فورشيط نضرب داك الحبه ديال البيض اللي عندي. نضيف بعدا هنايا الزيت، نقطرو ما كنضيعو والو. نجيب داك الحبه ديال البيض نطربها هكذا واحد شويه، عاد نضيفها على الخليط. صافي، مكونات ساهلين وبساط. هنا ما بانش يدي مزيان، نزيد غير واحد القطرات ديال الفاني. انا عندي فاني ليكيد، زدت واحد القطرات. عندي مجهد داك الروح ديال الفاني، درت قطرات من الفاني. ديروا ساشيه ديال الفاني اولا فاني بودر ولا اللي عندكم موجود. بحال اللي كنوريكم انا الزبده تبقى في اخر مرحله. غنخلط دابا المكونات مع بعضياتهم واحد شويه، وغنضيف لهم الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. ما تضيفوش دفعه واحده، هكا غنديرو غير النص ديال الكميه هو الاول. نخلطو حتى ينسجموا المكونات مع بعضياتهم. دابا السرعه غير قليله باش نسجموا داك المكونات. وعاد نضيفو الكميه المتبقيه من الدقيق الابيض بهذا الشكل هذا. صافي دابا نخليو العجينه تعجن اولا تعرك على خاطرها.
وطبعا العجينتو بيديكم وغتعركوها مزيان بحال اللي كنعركو اي عجينه ديال الخبز اولا ديال المعجنات. انا غتبقى كتعرك حتى تنسجم كل المكونات مع بعضياتها، ميبقاش يبان نهائيا دقيق. العجينه طبعا ديال البريوش كتجي مرخوفه، نتوما كتشوفوا الشكل ديالها. المهم تبعوا غير المقادير مضبوطه اللي عطيتكم، راها مضبوطه كيجي رائع. صافي هنا العجينه ديالنا كتعرك، احنا غنضيفو داك الكميه اللي عندنا ديال الزبده، زبده حيوانيه طبعا، خصها تكون هكذا مرخوفه باش دغيا تنسجمكم مع العجين. وطبعا الا كنتو كتعركوها بيديكم نتوما كتعركو، نتوما كتزيدو هذاك الطريف ديال الزبده بقطيره بقطيره حتى كيتعرك مع العجينه تماما، مكيبقاش كيبان، كيتداخل مع العجينه مزيان. بينا نخليها تعرك واحد شويه. كتشوفوا شكل العجين مرخي واحد شويه، ماشي عجينه اللي قابطه راسها، عجينه مرخوفه. خليوها تعرك مزيان. دابا غنغلفو هاد البول ببلاستيك غذائي ونخليوه حتى يضاعف الحجم ديالو، يخمر على خاطره. دابا راه الحال بدا كيسخن، حطوها غير فشي مكان دافئ، راه بالزربه كتخمر. هنا من بعد ما خمر العجين وضاعف الحجم ديالو، شت شويه ديال الشكلاط اللي غنحشي انا، كنت نديرهم فيهم الشكلاط لداخل، صفار البيض باش ندهنو لي بغيوش ديالنا، ضفت له واحد شويه ديال الحليب، وهذا اللوز افيلي للتزيين. النص غنزينو باللوز افيلي والنص غنزينو بداك الحبيبات السكر كريستاليزي اللي كيجيو هكا، حبيبات السكر غلاط بويض. نتوما كتشوفوا العجين ما شاء الله خامر وكيرطيب يعرك مزيان. جبت الطاوه اللي غتدخل الفران، اما فرش ولا بابي كويسون ولا هكذا ستيل بات، وغنبدا ندير كويرات. انا قسمت العجين باش ما يغلبنيش في الهزه، وغنبدا ندير كويرات. اما عينكم ميزانكم، الا كنتو غديروهم هكذا لشي حد اولا كوم ولا هذا، عبروا بالميزان ما بين 40 حتى 50 غرام في كل كويره. بداو تكوروهم هكذا مزيان بيديكم. هنا سرعت الفيديو باش ما نطولش عليكم، وبديت كنحل كل كويره وكندير فيها 3 ولا 4 ديال الحبيبات ديال الشكلاط، وكنعاود نسد داك الكويره ونعاود نكورها مزيان. غنغطي هاد 2 طاوات نخليهم حتى يختمروا بحال اللي كتشوفوا هكذا وكيطبخوا شويه. غنجيب داك ما شاء الله راه عطاتني 2 ديال الطاوات، بحال اللي كتشوفوا كل طاوه فيها شحال، فيها 12 حبه، يعني المجموع 24 حبه. كميه بسيطه الحقيقه ديال الدقيق، وعطات 24 حبه ما شاء الله، الله يجعل البركه. هنا خديت داك صفار البيض مع الحليب وغنبدا ندهن به هاد الوجه ديال هاد لي بغيوش هادو. هاد الطاوه الاولى غنزينها بلوز افيلي، كيجي المنظر ديالو زوين وكيتواتى مع الشكلاط، حيت الشكلاط درتو غير في هاد الطاوه الاولى، الطاوه الثانيه لا. غنزين هكذا باللوز افيلي حتى نكمل الطاوه كامله اللي عندي. في هاد الاثناء راني درت الفران ديالي كيسخن الفوق والتحت، الا كانت المروحه كان افضل، ما كانش بلاش. المهم كنشعلو من الفوق والتحت على 170 درجه، ونخليهم حتى كيتحمروا ياخدوا داك اللون الذهبي الزوين. انا غنكمل هاد الطاوه الاولى بلوز افيلي وندوز للطاوه الثانيه نفس الشيء، دهنتها بداك الخليط ديال البيض والحليب، وزينتها بحال اللي قلت لكم الحبيبات ديال هاد السكر كريستاليزي اللي كيجي بحال حبيبات غلاط بويض عفوا، كيتباع عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات.
واغلبيه ديال المخابز كيكونوا كيبيعوا لي بغيوش هكذا معروفين، دي بغيوش كيكون فيهم هاد السكر من الفوق. انا من بعد ما طابو هذه هي النتيجه. جاو الصراحه قطنيين بزاف، جاو روعه غزالين. كنتمنى انكم تجربوهم لان ساهلين ماهلين وكيعطيو كميه مزيانه ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحة والراحة والى الملتقى، وعيدكم مبارك، تعيدوا وتعاودوا بالصحة والهنا ان شاء الله.